هيحصل إيه لو كل مرة تنام فيها جسمك يصحى في مكان تاني؟ في البداية تابعنا عشان يصلك كل جديد، ويلا نبدأ. في الأول هتفتكر إنها صدفة، حلم تقيل، أو إنك نسيت أنت كنت فين قبل ما تنام. أول ليلة بتصحى في أوضتك عادي، نفس السرير، نفس الإضاءة، فتقول عادي جدا. بس الليلة اللي بعدها بتفتح عينك تلاقي نفسك قاعد على كرسي في مكان غريب، صوت عربيات حواليك وأنت مش فاكر خرجت إمتى من البيت. هتقوم بسرعة، قلبك بيدق، وتبدأ تسأل نفسك أنا رحت هنا إزاي؟ تقول يمكن سكرت، يمكن مش مركز. لكن اللي بيخوف أكتر إن الموضوع بيتكرر، كل مرة تنام فيها تصحى في مكان مختلف، مرة في أتوبيس ماشي، مرة في سطح عمارة، مرة في أوضة فاضية مش بتاعتك. ومع كل مرة التفاصيل بتبقى أغرب، تبدأ تلاحظ حاجة أخطر، إن في حاجات حواليك مش بتتغير بس، دي بتقرب منك. في يوم تصحى في بيت قديم جدا، الأرض باردة والنور ضعيف، مفيش صوت خالص إلا صوت نفسك. تقوم تدور على مخرج، لكن تلاقي ملاحظات على الحيطان مكتوبة بإيدك، نفس الخط، نفس أسلوبك. لكن أول جملة توقفك: ما تنامش تاني. كل مرة بتنام فيها أنا بقرب أكتر. تبدأ تراجع كل حاجة، هو أنا اللي بكتب ولا في حد تاني؟ وليه كل مرة بصحى بحس إني أقل، مش أنا اللي كنت قبل ما أنام؟ وفجأة تفهم الحقيقة المرعبة، إنك مش بتتنقل في أماكن عشوائية، أنت بتصحى في أجسام مختلفة في نفس العالم، لكن كل مرة نسخة أضعف منك، وكأن في حاجة بتاخد مكانك الحقيقي واحدة واحدة. آخر ليلة بتحط راسك على المخدة، وأول مرة تكون خايف تنام فعلا، لأنك مش عارف المرة الجاية هتصحى إمتى ولا هيصحى مكانك حد تاني.